أنا بقى النهاردة هوصف السرعة الغير منتظمة، هوصفها بحاجة اسمها السرعة المتوسطة. يعني إيه سرعة متوسطة؟ هي المسافة الأولى مع المسافة الثانية مع المسافة الثالثة وهكذا على الزمن الأول بتاع المسافة الأولى والزمن الثاني بتاع المسافة الثانية والزمن الثالث بتاع المسافة الثالثة. خلاص، هاخدهم أجمعهم على بعض وأقسمهم على بعض. يبقى هقسم مين؟ المسافة الكلية اللي هي ف كاف، يعني المسافة الكلية على الزمن الكلي. يبقى أنا عندي أول تعريف للسرعة المتوسطة قسمة أو النسبة ما بين مين يا صديقي؟ بين المسافة الكلية على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة. يبقى مسافات على أزمنة. اديني مثال يا مستر، أنا مشيت 5 متر ثم 15 ثم 20. خلاص ماشي. ال5 متر الأولانية يا مستر أنا مشيتها في 4 ثواني، وال15 متر التاني مشيته في 6 ثواني. كل ده بالمتر. خلاص، عشان بس نعرف ايه نجمع. خلاص، يبقى ال5 متر الأولانية مشيتها في 4 ثواني. تمام. خلاص، وال6 متر التانية مشيتها في 6 ثواني. أما ال20 متر الأخيرة مشيتها في 10 ثواني. خلاص تمام. يبقى المسافات كلها كام؟ يا مستر ده المسافات كلها 40. الزمن كله كام؟ 20. 40 على 20 فيها 2 متر لكل ثانية. والسرعة دي هنسموها سرعة ايه؟ متوسطة. خلاص، في تعريف تاني بنسموه تعريف أنا بسميه افتراضي. ليه بنسميه افتراضي؟ عشان في كلمة لو. تعال بقى نشوف كلمة لو دي ايه. طيب، هو احنا فوق يا جماعة اتحركنا كام متر؟ 40 متر في زمن كام؟ 20 ثانية. بس يا مستر الأمطار دي كلها ما كانتش مرة واحدة. طب افرض أنت اتحركت 40 متر مرة واحدة في 20 ثانية مرة واحدة وكنت ماشي بخط مستقيم. يبقى إذا كده سرعتك إيه؟ سرعتك منتظمة. يبقى لو الجسم اتحرك سرعة منتظمة مسافة 40 متر على زمن 20 ثانية، يبقى السرعة هتساوي كام؟ خلاص يا مستر 2 متر لكل ثانية. طب مين هيساوي مين كده في الحالة دي؟ السرعة المنتظمة هتساوي السرعة المتوسطة. هو ده التعريف. السرعة المتوسطة هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة اللي هي 40 في نفس الزمن. يبقى هو السرعة المتوسطة ممكن تبقى سرعة منتظمة بس بشرط، أو ممكن تكون هي السرعة منتظمة بس بشرط يقطع نفس المسافة في نفس الزمن. خلاص كده يا جماعة؟